السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم أمي وأبي وجميع أموات المسلمين، اللهم أمين. يا مساء الهنا والسعادة والتفاؤل على عيونكم أحلى أخوات في الدنيا. رمضان كريم، رمضان جانا، كل سنة وانتم طيبين، دايما متجمعين على الفرح والخير، ويا رب يرزق الجميع. طبعا النهاردة زي ما انتم شايفين كده، هنعمل مع بعض شوية حاجات كتير جدا جدا. مش عارفة الفيديو ده صراحة هينزل امتى. هو المفروض ينزل طبعا قبل رمضان، بس مش عارفة هينزل امتى، ممكن ينزل 10 يوم رمضان، ما علينا. عايزة اقول لكم ان كل ما كان الزينة بسيطة في شقتك، كل ما كان الحاجة كانت حلوة وسيمبل وشيك كده يعني. لو وصلتوا للحتة دي ما تنسوش بقى تحطوا لاختكم احلى لايك منكم، كمان كومنت الجميل اللي انا بستناه على طول. طبعا يومنا طويل مش هيخلص على كده وبس. تعالوا بقى نشوف انا اول ما صحيت من النوم عملت ايه. كنت جايبه هنا كرتونة بلح كالعادة. هفرش كده واقعد الاولاد حواليا عشان خاطر نغلف اطباق البلح. هيوتا اهي، ولسه بودي جاي في الطريق. طبعا عادة ربنا ما يقطعها يا رب لأي حد، ان احنا حتى لو مش هنوزع شنط رمضان، على الأقل نوزع ايه، بلح وكده. كل سنة وانتم طيبين، ودايما كده في الخير متجمعين. طبعا هنا الكرتونة ديت تقريبا حوالي 10 كيلو. حياة هنا فرحانة جدا جدا. عايزة اقول لكم ان الاولاد بيستنوا الكرتونة ديت من رمضان لرمضان بجد يعني. بودي اهو هنا وصل. طبعا الكرتونة عايزة مجهود وعايزة ايه، ايد على ايد هتساعد. وانا طبعا بحب ارص البلح عشان العين بتاكل الاول، ولما بتهادي حد لازم تهديه حاجة كده نضيفة مترتبة وشكلها حلو وشيك في نفس الوقت. طبعا هما متعودين ان هما يرصوا كده طبقين فوق بعض، طبقتين بلح فوق بعض كده بالشكل ده بنرصها. وبعد كده طبعا احنا كلنا غاسلين ايدينا كويس جدا، وبشرط عليهم قبل ما تقعدوا تغسلوا ايديكم كويس جدا جدا. فبس عشان خاطر ايه يعني محدش يقول مش عارفة ايه وما ينفعش، والايد والاطفال ومش عارفة ايه وكده. لا بالعكس، ده انتي لما تعودي اولادك وهم من صغرهم كده ان هم يتجمعوا عشان خاطر. هنا بقى جاسر كان بيعدي فمش فاهمة هو ايه اللي دخله في الكاميرا، بس يلا ما علينا. لما تعودي اولادك ان هم يعملوا حاجة زي كده بايديهم بيبقوا مبسوطين جدا جدا، ويطلعوا بقى متعلمين ومتربيين على ان هم يوزعوا اي حاجة بقى. يعني اللي من النادر ووفي بجد يا جماعة في الظروف اللي احنا فيها ديت وفي الغلا الاسعار ديت. فانتي لو متعودة مثلا توزعي حاجات كتيرة قوي، وزعي ما توقفيش، بس تقلي وتوزعي. اكيد انتوا فهمتوا وجهة نظري. بس كده ايا كانت الظروف لازم نعمل الخير، خلينا متعودين على حاجة زي كده عشان الاولاد. حتى انتوا عارفين انا لما مثلا بيبقى فيه ظروف كده او كده، الاولاد عندي بيقولوا لي يا ماما احنا مش هنوزع كذا، يا ماما احنا مش هنعمل كذا. يعني هما الاولاد ما يفهموش معاكي ولا معاكيش، بس هما كل اللي هما اتطبعوا عليه ان هما لازم يوزعوا في اوقات معينة. تمام. لو كنت انتي حتى مش في ايام رمضان بتوزعي حاجة، بيقعدوا هما يسألوكي فين يا ماما اللي انتي كنتي بتعملين، فين مش عارفة ايه، فين الرز بلبن، فين الاطباق اللي انتي كنتي كده. يعني الاولاد هما اللي دايما بيفكروكي، مش انتي اللي بتفكري الاولاد. فبيبقى طبع خلاص هما اتطبعوا عليه. فبجد الموضوع ده هيفرق كتير كتير معاكم وفي حياتكم ومع ولادكم. عودوا ولادكم ان هم يقعدوا حواليكم كده ويعملوا كل حاجة معاكم فيها خير. طبعا انا هنا اخدنا وقت طويل ومجهود كتير، وانا ما حبيتش ان انا اجري الفيديو اكتر من كده عشان خاطر تعيشوا معانا اللي احنا عشناه في اليوم دوت.
وعايزة اقول لكم ان زي ما انا بقول دايما تشجيعكم ليا ودايما استمرارية ان كنتوا تعملوا لي لايك وشير للفيديوهات بتاعتي هي اللي بجد بتخلي القناة بتاعتي تفضل مستمرة، وبتخليني انزل فيديوهات على طول زي ما انتوا شايفين كده. بجد حلم حياتي هي القناة ديت، وانا مش هتنازل عن الحلم ده. انا داخله على ال5 سنين فاتحه القناه، لسه طبعا ما خدتش الدرع، لسه ما كملتش ال100,000 الدرع في ال100,000. اتمنى من ربنا ان كنتوا تحبوني زي ما انا بحبكم وبنقل لكم كل حاجه بتحصل في حياتي. بجد انا لو مش بحبكم مش يعني هدخلكم بيتي وهقعدكم في وسط ولادي، لان معنى اصح ان انا لما بفتح الكاميرا بنقل لكم كل حاجه بتحصل في حياتي. وكمان انا عايزه اقول لكم اي نعم انا ما نقولكمش الا الحاجه اللي انا عايزه اوريها لكم، بس انا ببقى مبسوطه جدا لما بجيب حاجه جديده، ببقى مبسوطه جدا لما بعمل حاجه وبفتح الكاميرا وبقعد اصور واقعد اتكلم معاكم زي دلوقتي كده. طبعا انا عايزه اقول لكم ان بالفعل انا بعد موت مامتي انا بقيت وحيده وحيده جدا جدا من غير اي حد غير جوزي وولادي وبس. فيعني انتوا بجد عيلتي وسندي، وزي ما انا بقول في كل فيديوهاتي انتوا المقربين ليا اكتر من اي حد حواليا. فانا حابه بس منكم انكم انتوا تسيبوا لي كومنت، تعملوا لايك على الفيديوهات، تعملوا شير للفيديوهات، تحبوني زي ما انا بحبكم. هي مش بالعافيه بس يعني ايه، حاولوا كده يا جماعه. بس جبنا الشنط بقى كده اهو هنعبي، خلاص خلاص وصلنا لتعبئة الاطباق. طبعا الاطباق ديت انا عاملة كل طبق نص كيلو، يعني عملوا حوالي 20 طبق، لان الكرتونة فيها 10 كيلو. طبعا انا بعمل كل سنة كرتونتين وكده، بس السنة دي انا عملت كرتونة. ربنا يا رب يتقبل مني على قد ضميري ونيتي. وطبعا اليوم بتاعي كده ما خلصش على كده، انا لسه ما كنتش جبت زينة رمضان. هنزل بقى كده، انا عندي حاجات يعني الفانوس ده من السنة اللي فاتت، هنزل بقى كده على طول سريع اجيب حاجات، واديني رجعت على طول. اتأخرت عليكم؟ اكيد لا ما اتأخرتش. طبعا عندي حاجات وجبت حاجات وضفت حاجات، فيعني هحاول ان انا برضو هعلق معاكم زينة رمضان. يا رب الفيديو ده بس ينزل اول يوم رمضان او تاني او تالت او رابع، مش عارفة هو هينزل امتى بالظبط ليكم، بس المهم ان انا ايه، الفيديو صورته فكان لازم انزله ليكم واوريكم انا عملت ايه. طبعا ثبت الغسيل محطوط زي ما انتوا شايفين، ما بيخلص الغسيل، ما بيخلص خالص طول ما انتي يعني ما شاء الله أسرة كبيرة وكده، والبيت مفتوح وفيها في أولاد، ربنا يبارك يا رب فيهم ويخليهم. فلازم تلاقوا الثباتين دول موجودين في كل بيت، موجودين يعني موجودين جنب الشباك، المنشر اللي انتي بتنشري فيه. طبعا انا قلت ايه، اعلق الزينة الاول بعد كده ايه انشر الغسيل واظبط بقى الدنيا بقى. عايزه اقول لكم ان اليوم دوت كان بالنسبه لي يوم صعب جدا جدا، بس بعد بقى ما فرشت الشقه وظبطت الحاجه وكده، وحطيت فوانيس رمضان بقى وبشاير رمضان بانت بقى، حسيت بقى كده ايه براحه نفسيه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا خدت بجد على ان الشقه تكون فاضيه كده. انا مش عارفه لما هجيب الترابيزات والحاجات اللي بتعمل هيصه ودوشه دي هعيش ازاي. حاسه ان انا ايه، حبيت الواسع، حبيت ان انا يكون في مكان واسع كده امشي فيه، مش عايزه بقى مكان يضيق، مش عايزه سفره، مش عايزه نيش، مش عايزه الحاجات دي. بجد بجد يعني انا حتى ما بزنش على الحاجات دي، لدرجة ان جوزي مستغرب يعني، وانا ليه ما بزنش اقول له هات يلا فين الانتريه، فين السفرة، فين النيش، فين. حسيت ان كل ما الحاجة كانت واسعة كده قدامك تخلي حالتك النفسية كويسة كده. انا بحب الوسع وبحب الحاجة سيمبل، وما بحبش الدوشة وما بحبش الكركبة. هنا كنت حابة ان انا ازوق برضو المرجحة، يعني كنت حابة ان انا احط عليها فروع نور وكده،
بس انا خفت من الاولاد لان هم بيتمرجحوا عليها بطريقه غريبه جدا جدا، بيحسسوني ان هم في دريم بارك بجد. بيرفعوا المرجحه كده لفوق وبيعملوا بيها حركات وبيلفوا بيها. فانا حسيت ان انا لو عملت زي فرع نور كده ممكن لا قدر الله يكهرب المرجحة، يحصل اي حاجة. فانا خفت صراحة اعمل حاجة زي كده عشان انا عندي اولاد. طبعا حياة، بصوا هنا فكت الزينة ازاي. الزينة ديت يعني بقالها كتير عندي وكده، ما بقيتش احب اجيب الزينة الملونة قوي دي. بقيت احب زي ما انتوا بتشوفوا كده في اعياد ميلاد الاولاد احب اجيب الستارة اللي هي والرقم بتاعهم وكده. تعالوا بقى نشوف انا جبت هنا ايه. جبت العياشة ديت عشان رمضان. وجبت كمان الثلاث كوبايات دول، عجبوني جدا. كنت عايزاهم 6 بس كانوا اخر 3 عند الراجل. وجبت ايه تاني، وجبت التعليقة ديت حلوة قوي، اللي هي بيبقى فيها اللي هي فنانيس، اللي هم فنانيس اللي بيجوا في رمضان، حلوين قوي. بحب قوي اللي هو التخين دوت اللي هو بيبقى ماسك الدبوس. هنا وعد عمالة انادي عليها، يا وعد يا وعد تعالي ساعديني وقفي معايا. بس انتوا عارفين الاولاد بقى بيتعبوني وكده وما بيسمعوش الكلام. عامة مش اولادي انا بس، اولادي الناس كلها كده يعني. كل اللي هم عايزين يعملوه بجد بجد بنعاني كلنا، الاسر كلها بتعاني منه، الموبايل. يفضلوا قاعدين على الموبايل. احنا برضو بنعمل زيهم على فكرة. الموبايل بتاعي شكله هيفصل ولا ايه؟ بس كده. علقت ديت بقى اللي هي الفانوس والنجمة والهلال، علقته هنا كده في العمود، شكلها حلو قوي. وكمان جبت الفروع ديت. الفروع ديت صراحة وعد هي اللي جابتها لي. هعلقها برضو هنا كده على الريسبشن الارجي من هنا ومن هنا. انا زي ما انا قلت لكم مش هعمل حاجة دوشة خالص، هعمل كل حاجة سيمبل. وعشان خاطر لسه دهنة وكده فانا هعمل كل حاجة باللزق. واللزق على فكرة لما بشيله ما بيسيبش مكانه اثر، ولو ساب انا ممكن امسحه كده بايه، بسفنجة وكده. طبعا اهو بصوا عملت الفرع دوت شكله حلو قوي. وزي ما انتوا شفتوا في بداية الفيديو كان المنظر عامل ازاي بعد ما زوقت الشقة وكده. طبعا انا لما رجعت من بره ما غيرتش هدومي، قلت ايه اقعد اعلق الزينة وبعد كده ايه اقعد اكمل بقية الحاجة. اهو الحمد لله الحمد لله والله بجد راحة نفسية. والمرجحة عجبتني جدا جدا. اكتبوا لي بقى في الكومنتات عجبكم التزويق بتاع المرجحة ولا لا. وهنا مطرح اللي هي البتاع اللي انا كنت بعملها على المرجحة كانت عاملة زي ايه، زي ريش كده خفيف. فانا قلت الحياة صراحة لمها لي كده. بص حياة، بص حياة العسل. بصوا 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 مشكلة حياة ديت. والله العظيم وقفت وساعدتني ولمت كل الحاجات اللي خرجت من البتاع اللي عامل زي الريش اللي انا لفيته حوالين المرجحة. هنا بقى وعد انا عايزة اقول لكم ان هي يا ريتها ما ساعدتني، يعني هي وعد شلتني نقطتني. بص حياة بتضحك ازاي. صح يا حياة؟ مين اللي ساعد مامي؟ انتي؟ انتي عسل يا حياة. بصوا هنا بقى كنت خلصت خلاص الزينة، وحسيت ان هي كده حلوة قوي وسيمبل. تعالوا بقى شوفوا الشكل النهائي بعد ما خلصت. بجد انا راضية مليون في المية. شكل سيمبل كده وحلو ومريح كده ويا سلام. بجد بجد بشاير رمضان دي حاجة تحفة. طبعا انا لسه ما حطيتش المكسرات ويميش رمضان، لسه هطلع الاطباق واحط وارص وهعمل لسه حاجات تانية كتير. بس انا حاولت ان انا ايه اخلص الفيديو ده على طول على طول عشان خاطر انزله لكم، حتى يكون في رابع يوم رمضان يا رب، مش 10 ولا 20. فادعوا لي كده ربنا يفك ضيقتي يا رب عشان انا الايام دي بمر بخنقه وضيقه وكده. انتوا اخواتي يعني وعيلتي. ادعوا لي دايما في الكومنتات لان انا بحبكم وبحب انقل لكم كل حاجه ايجابيه في حياتي.
تنسونيش في اخر الفيديو بايه دعوة حلوة منكم لاختكم يوميات ام حياة، وبستنى كومنتاتكم الحلوة واللايك الحلو منكم. باي باي.